أهلا بيكم في شرح أول ميزة من مميزات سوبر ميديا، النشر التلقائي على فيسبوك وإنستغرام. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن إزاي نعمل حساب على منصة سوبر ميديا وإزاي نفعل البوت. لو لسه ما فعلتش عضويتك هنسيب لك الرابط في وصف الفيديو. النهاردة هنتكلم عن الأنواع المختلفة من النشر التلقائي وإزاي ممكن نعمل جدولة للمنشورات بحيث تنشر في أوقات محددة. من القائمة الجانبية هنختار Social Posting وهنلاقي 3 اختيارات. Multimedia Post بننشر الروابط والنصوص والصور بنفس الشكل المعتاد على فيسبوك. CTA Post مخصوصة لو محتاجين بوست نعمل له زر Call to Action زي زيارة موقع أو معرفة المزيد. Carousel Post بنعمل منه بوستات الصور المتعددة. تعالوا ندخل ونشوف الاختيار الأول Multimedia Post. في الشاشة دي هنلاقيها متقسمة ل3 مناطق. الشمال لاختيار الصفحات اللي هننشر فيها. العمود اللي في النص مخصص للمحتوى. من فوق بنختار نوع المنشور سواء كان نص، لينك، صور أو فيديو. المنطقة الأخيرة للمعاينة. هنجرب دلوقتي إزاي نعمل منشور مجدول. هنروح على منطقة المحتوى ونختار مثلا نوع المنشور صور. أبلود ممكن نرفع من خلاله الصور على المنصة. بعد ما نختار الصور هنلاحظ إن منطقة الصفحات ظهر فيها إمكانية اختيار حسابات إنستغرام كمان، وده عشان في الصور إحنا ممكن ننشر على فيسبوك وإنستغرام. بعد ما نختار الصفحات ممكن نكمل ونكتب النص اللي هيظهر في المنشور، ومحتاجين كمان نكتب اسم للكامبين وده مش هيظهر في المنشور. طيب إزاي ممكن نعمل جدولة للمنشور ونحدد التاريخ والوقت اللي هتنشر فيه؟ تحت خيار Post Now ده بيكون متفعل. لو عملنا إرسال كده المنشور هيتنشر في نفس الوقت. أما لو لغينا تفعيل الخيار ده هتظهر لنا خيارات الجدولة. نقدر نختار التاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت اللي هننشر فيه الساعة كام، وكمان ممكن نعيد نشر البوست عدد كم مرة والمدة الفاصلة بين النشر وإعادة النشر. وبكده يبقى إحنا عملنا جدولة للمنشور، ونقدر نعمل الجدولة دي لأي عدد من المنشورات على مدار الأسبوع أو الشهر. فيبقى دايماً العميل شايف إن الصفحات بتاعتنا فعالة وعليها محتوى جديد بشكل يومي. متنسوش تكتبوا لنا في التعليقات إيه أكتر ميزة عجبتكم في النشر التلقائي، وعايزين نشرح إيه في الفيديو الجاي. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان توصلكم كل الشروحات الجديدة عن سوبر ميديا. أشوفكم في الفيديو اللي جاي.